أقام حزب الوحدة الديمقراطية الكردي يوم أمس حفلا تكريميا للطلاب الناجحين في امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ضمن مناهج الإدارة الذاتية وحكومة دمشق، وذلك في صالة مشوار بمقاطعة الرقة. حضر الحفل ممثلون عن المؤسسات المدنية والعسكرية إلى جانب الطلاب وذويهم، وخلال الاحتفالية ألقيت عدة كلمات، منها كلمة باسم حزب الوحدة الديمقراطية الكردي وأخرى باسم مجلس الشعوب في مقاطعة الرقة، حيث أكدت الكلمات على أهمية التعليم ودوره في نهضة المجتمع. وتخلل الحفل فقرات غنائية وعروض دبكات شعبية، كما جرى تكريم طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بهدايا رمزية وشهادات تقدير قدمها حزب الوحدة الديمقراطية الكردي، لتختتم الفعالية بأجواء من الفرح على وقع الأغاني والدبكات الشعبية بمشاركة الحضور. وأنا فرحانة كثير لأني وصلت لهالمرحلة، وفخورة بحالي لأني نجحت، وهلا عم يكرمونا حزب الوحدة الديمقراطي الكرد في سوريا. وبتشكر حزب الوحدة على هذا الحفلة وعلى هذا الجمهور وعلى كل شيء عم يقدموه لنا، وبتمنى من كل الطلاب ومن كل الرفقات يجي ويدرسوا وينجحوا ويكونوا متفوقين على طول. طبعا انا هون حاليا نحن ضمن لجنه تنظيم الحفل. الحفل طبعا هو عباره عن كل سنه، طبعا هذا بتتكرر صار اكثر من فتره زمان. نحن بالعاده نكرم طلاب الناجحين سواء كان اداره او نظام بكالوريا وتاسع. طبعا الهدف الاساسي هو تشجيع العلم والمعرفه، بالاخص بالفتره الماضيه داعش ومآلاته والحروب اللي صارت بالمنطقة، يعني كثير من العالم بعدوا عن الدراسة، صار في إهمال بالدراسة. فنحن نحاول نشجع الطلاب والطلبة، يعني نحاول نعطي اهتمام للطلاب.